أهلا بيكم. يا رب دايما بخير وبصحة وسعادة وسلام يا رب في أيا كان مكانك في هذه الدنيا. إن كنت أنت أول مرة تتفرج عليا فياريت إن أنت تفعل زر الجرس وتشترك في القناة. عايزة أكلمكم النهاردة عن إحنا ليه بيحصل لنا كده. ليه الظالم مهما يظلم ما بيحصلوش، ما بياخدش جزاؤه على طول ليه بسرعة، يعني في نفس الوقت، بل بالعكس ممكن كمان تلاقي حياته متطورة وممكن تلاقي فيه نجاحات في حياته مع انه ظالم ناس كتير او ظلمه ظلم مبين. يعني السؤال ده اتسأل في محاضرة للدكتور في الازهر، فالدكتور جاوب، طلع دفتر من الكشكول، طلع دفتر من الشنطة او كشكول او كراسة، وبعدين قطع ورقة من الكراسة او الدفتر واداها للي سأل السؤال وقال له قطعها، قطع الورقة دي، قطع لي الورقة دي. فمسك الورقة وقطعها عادي. الدكتور كان مجمع مجموعة ورق من الكشكول أو من الدفتر وقال له قطع الورق ده كله. مسك مجموعة الورق وقطعها برضو كان عادي تمام. قال له أنا عايزاك تقطع لي كل الكشكول ده. مسك الكشكول وقطع الكشكول كله. قال له أنا درجة ألمي وانت بتقطع ورقة من الكشكول ما كانتش بنفس درجة ألمي وانت بتقطع مجموعة من الورق ما كانتش بنفس درجة ألمي وانت بتقطع الكشكول كله على بعضه. الظالم كده بالظبط بيفضل ينجح ويتطور ويملى الكشكول بتاعه بنجاحات كتير علشان لما الكشكول كله يتقطع تبقى درجة الألم كبيرة. لكن لو ورقة واحدة اتقطعت أو مجموعة ورق مش هتبقى درجة الألم كبيرة. فاصبر، يعني الدكتور بيقول للي سأل السؤال اصبر وعيش حياتك وكملها وتأكد ان ربنا يمهل ولا يهمل، وتأكد ان ربنا لازم هياخد لك حقك تالت ومتلت. تالت ومتلت، ايوه بيقولوها كده، يعني حقك راجع راجع. ودي سنن كونية، يعني اللي هو يعني اللي بيظلم حد او اللي بيعمل حاجة وحشة في حد بيبقى مفكر نفسه ان هو شاطر وان هو عمل حاجة كويسة قوي، ان هو حد بقى بيرفكت ومحدش بيقدر عليه. لا بالعكس، ده هو بيدمر نفسه، بيحط نفسه في دايرة او بيكون حوالين نفسه هالة ومجموعة كبيرة من النقط السوداء في حياته اللي بتعكنن عليه مسيرة حياته، أو ممكن إن هو يكون بيحس بالخنقة والضيق ومش عارف إيه السبب. هي بسبب أفعاله اللي مش كويسة أو بسبب إن هو بيضايق الناس. الظالم ربنا مش غافل عنه خالص، ولا بيسيبه ولا يعني بيتركه إن هو يعيش حياته، بيخليه يجتهد ويكمل الكشكول، يعني يكمل الكشكول لغاية الآخر. ليه؟ علشان اللي اتألم ده تبقى درجة ألم الظالم بنفس درجة الألم اللي سببها للمظلوم، وعلشان كمان يخسر نفس الخسارة اللي تسببها للمظلوم. وخليك متأكد ان ربنا لما خلقنا ما خلقناش وسابنا كده ضايعين اللي هو احنا عايشين عشوائي. لا، هو خلقنا وخلق معانا اللي يحمينا واللي يحرسنا واللي يرجع لنا حقوقنا. ومش كده وبس، كمان يعني ممكن كمان انت تبقى عندك يعني شفافية ودرجة عالية جدا من الحساسية، او بيقولك الحاسة الستة، يعني عندها الحاسة الستة. لا، في ناس عندها الحاسة المليون كمان، يعني ممكن تحس بالحاجة قبل ما تحصل، او تحس باللي قدامها ان اللي قدامها مش كويس، وفعلا دي بتبقى حاجة كده من عند ربنا. وده ما بيحصلش الا لما بتكون درجة قربك من ربنا او روحك انت متصلها كويس قوي بربنا، يعني اللي هو انت
طاقتك يعني مش اللي هو سايبها كده، لا، طاقتك دايما مليانة، دايما مدعمة باتصال روحك بروح ربنا. فبالتالي لازم يكون في يعني علاقتك بالكون لازم تكون فيها اللي هو اتصال كبير، او الكون كله بيبقى في خدمتك، لان انت نيتك كلها خير وافعالك واعمالك كلها حب. فبالتالي مفيش قدام الكون الا انه يرضخ لرغباتك وتحقيق امالك. دي سنن كونية ثابتة، يعني عايزاكم تكونوا متأكدين منها، اللي هو ما فيهاش اي شك، لان الشيطان بيشتغل على الحتة دي قوي، ويقعد يقول لك لا، لازم تاخد حقك بايدك، لازم معرفش ايه. اوكي، خد حقك بايدك، لكن عدالة السماء مش هتتدخل، والكون مش هيتدخل معاك. فبالتالي انت اساسا قدراتك ما هياش كبيرة زي القدرات يعني اللي ربنا سخرها لك، يعني هيسخرها ليك في حل المشكلة. فاحنا لو ادركنا ان ربنا ما سبناش كده، اللي هو سابش الدنيا كده من غير قوانين ومن غير اساسيات وحاجات مهمة جدا، يعني الكون ماشي عليها او اتبنى عليها حاجة. خلي بالك، المحن وبتقوي الشخصية، وبتقوي المناعة النفسية، وبتقوي خبراتك. تأكد ان المحن جاتلك علشان تفهمك حاجة معينة وتعلمك حاجات كتيرة. فبالتالي لما تجيلك محنة احمد ربنا عليها وتقبلها، وقول يعني المحنة دي جايالي عشان اتعلم ايه. ما تقولش ان المحنة دي جايالي عشان هي بتعمل ضدي، او عشان اتضايق. لا، المحنة دي جاية تقول لك فوق، انتبه، ركز، انت مش في الطريق الصحيح، في حاجة غلط. فانت دورك بقى ان انت تفهم انت في ايه غلط، انت مش مظبطه. وده مش هيحصل الا باتصالك بربنا، لان دايما تقول يعني الدعاء اللي كان اصحاب اهل الكهف بيقولوه، اللي هو يا رب هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. يعني الدعاء ده مهم جدا في انك انت لما بتجيلك محنة تفهم انت المحنة دي وراها ايه. ما هي دي معنى ان المنحة بتكون جوه المحنة، بان هي جاية تظبط لك امور، جاية توعيك، جاية تقويك، جاية ان انت لازم الارم، في حاجة في دماغك لازم تنور، لازم ان انت تدور على المشكلة وتفهمها ليه. لو فهمت خلاص المشاكل مش هتتكرر، مش هيبقى نفس نوع المشكلة هي هتتكرر، لان انت لو ما فهمتش المشكلة هتفضل تتكرر لغاية ما تفهم وتظبط. فهمت وظبطت الغلط اللي انت بتعمله او اللي انت مش اخد بالك منه، المشكلة مش هتتكرر تاني. تمام؟ لكن لو لاحظت ان المشكلة بتتكرر يبقى كده انت لسه ما فهمتش الدرس. فبالتالي لازم تركز في كل محنة انت بتتعرض لها، لازم تركز المحنة دي جاية تعلمني ايه. مهم جدا النقطة دي. اخر حاجة انا عايزة اقولها، اتكل على الله وانسى اي معرقلات، وخلي دايما في حسن ظن بالله كبير، واجتهد واسعى وافرح بحالة السعي واستمتع بحالة السعي. ولما يجي النجاح افرح اكتر، والسعادة هتزيد سعادة، والاستمتاع هيزيد استمتاع، واحلامك متوقفش. ومش معنى ان انت حققت حلم يبقى الاحلام وقفت خلاص.
او مش معنى ان انت فوتت فرصة يبقى الفرص خلصت خلاص. لا، الدنيا مليانة فرص، والدنيا يعني النجاح فيها للأقوياء. ومين القوي؟ القوي هو اللي دايما بيحسن الظن في الله، اللي عنده أفكار إيجابية، اللي بيكلم نفسه بطريقة إيجابية، لأن الكلام الإيجابي بيعلي من المناعة النفسية، وبتبقى المناعة النفسية قوية. فبالتالي لما بيبقى عندك مناعة نفسية قوية، انت كده بتبقى في اتزان نفسي. فلما يبقى عندك اتزان نفسي هتقدر ان انت تحدد بالظبط ايه رسالتك في الحياة، وانت عايز ايه، وانت عايز تنجح في ايه. ولما تنجح تصر ان انت تنجح تاني وتالت ورابع. ولو صادفك في طريق النجاح احباطات، متأثرش بالاحباطات دي. يعني اوكي عادي، احنا كلنا بشر ومعرضين للاحباط. اقع وقوم واتعلم واغلط، والمرة التانية اغلط تاني، مفيش مشكلة. الغلط اصلا بيعلمني. انا لما اغلط واتعلم من غلطي، المرة الجاية هيبقى عملي متقن، لان انا عارف انا عملت ايه وايه الغلط اللي انا وقعت فيه. فبالتالي هيبقى الشغل اكتر اتقان. يا قوي قويني، عيش بالحب، عيش بالايمان، عيش بشرف التجربة، عيش بحسن الظن، عيش بالكلام الإيجابي. احنا كده كده عايشين، فنركز على الإيجابي أحسن من الحاجات السلبية. مش معنى كده بقولك ان انت تهرب من الحاجات السلبية، لا، عيش السلبي بس ما تدلوش وقته، وعيش الإيجابي واديله وقته قوي. أشوفكم بكل الحب في فيديو قادم إن شاء الله. باي باي.